قانون الخدمة المدنية. في شهر أغسطس 2015 السيسي أصدر قانون جديد اسمه قانون الخدمة المدنية لتنظيم عمل الموظفين والعمال في الدولة. الهدف الأساسي من القانون هو تخفيض عدد الموظفين من 6 مليون عامل وموظف إلى 2 مليون بس. الموظفين اعترضوا جدا على القانون، والأول مرة من سنتين نسمع عن إضرابات ومظاهرات فئوية، وسمعنا برضو عن دعوات لمليونية يوم 12 سبتمبر الحالي. طب يا ترى الموظفين غضبانين ومعترضين ليه على القانون؟ ده اللي هنحاول نوضحه في الفيديو ده. المادة 26 من القانون بتحرم الموظف من التظلم لو رئيسه كتب تقرير ضده، ولو قدم تظلم وما تردش عليه خلال 60 يوم التظلم يعتبر مرفوض. كمان القانون ده بيوسع سلطة الإدارة، يعني من حق المدير تقييم أداء الموظف وبناء عليه بيحدد الترقية والنقل والعلاوة، وكمان من حقه توقيع الجزاء بالخصم من المرتب اللي ممكن يوصل ل10 أيام في المرة الواحدة، والجزاء ده بيترتب عليه وقف الترقية لمدة 6 شهور أو حتى الفصل. كل ده والموظف ملوش حق الاعتراض أو التظلم. القانون تم إصداره فجأة وبدون حوار مجتمعي، واعترضت عليه 27 نقابة مهنية، يعني هو كده واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. إلغاء مكافأة العامل من الأجر النقدي بدل الأجازات، مفيش حاجة اسمها حد أقصى لساعات العمل. اسرق ملايين وكل اللي هتدفعه أقصى حاجة 10 أضعاف مرتبك كجزاء. العلاوة الدورية بقت 5% بس، وكمان تم إلغاء العلاوة الاجتماعية في الوقت اللي الأسعار بتولع فيه. مفيش حاجة اسمها تثبيت للموظفين المؤقتين من شهر مايو 2012. الحوافز المرتبطة بالإنتاج وغيرها من عناصر الأجر المتغير اتلغت وبقت عبارة عن مبلغ ثابت وخلاص، رغم أن الحوافز كانت الأمل الوحيد لزيادة المرتب، خصوصا بعد تثبيت الأجور من أكتر من 30 سنة. كمان العلاوة الخاصة اللي كانت بتضاف على المرتب الأساسي لغاها، وكمان ما اتصرفتش السنة دي لغاية دلوقتي حتى في البند الإضافي الخاص بيها. طب يا ترى القانون ده هيطبق على كل الموظفين في الدولة؟ لا طبعا، تم استثناء الجيش والشرطة والقضاء رغم سلسلة الترقيات والزيادات المالية ليهم في الكام شهر اللي فاتوا. وهي دي بقى يا جماعة قمة العدالة الاجتماعية. مش بيقول لكم إنكم نور عينيه؟